اسمع يا عبد الله عن القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر فسمع صوتا، وإذ بالصحابة يتلفتون، صوت عذاب، صوت صياح، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا الصوت؟ هذه يهود تعذب في قبورها. وقرأت عائشة رضي الله عنها قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في عذاب القبر ونعيمه. مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى الجنازة فقال: مستريح ومستراح منه، إما يكون مستريح وإما يكون مستراح منه. فقال الصحابة: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: مستريح العبد المؤمن يستريح من الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والمستراح منه العبد الكافر يستريح منه الخلق والبهائم والدواب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بلغت الروح الحلقوم، الموت لا بد منه في يوم من الأيام، الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، ساعة الصفر، الساعة التي لا بد منها في يوم من الأيام. ينتقل العبد، يودع الزوجة والأبناء والبيت والسيارة والعمل وكل شيء، يودع هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. اسمع، الجنازة تتحدث، النعش يتحدث، الجنازة تتحدث. أخبر صلى الله عليه وسلم عن الجنازة قال: إذا حملت الجنازة على أعناق الرجال، اسمع الجنازة تتحدث ماذا تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حملت الجنازة فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. الجنازة تقول: قدموني قدموني. لماذا؟ لأنها جنازة صالحة، جنازة العبد المؤمن. قدموني إلى القبر، قدموني إلى الآخرة، قدموني إلى رحمة الله والجنة، قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت، اسمع ماذا تقول، قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، قبورنا تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. القبور بنيت، القبور محفورة، لكن نحن ما نتوب إلى الله. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبرون، وماتوا جميعا ومات الخبر. القبر الحفرة التي لا بد أن تنزل فيها يا عبد الله في يوم من الأيام. بماذا تنزل؟ تنزل بتلك الخرقة البيضاء، ما تنزل بالأموال، ولا تنزل بالأرصدة، ولا تنزل بالجوال والواتساب، ولا تنزل بالصور الخليعة، ولا تنزل بما عندك، لا، ما تنزل في تلك الحفرة المظلمة الضيقة إلا بالكفن، وترتهن في عملك بعملك. تهم بالعمل يا عبد الله. فمن عمل صالحا وقدم لنفسه عمل صالح فيقدم لنفسه، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.